السلام عليكم. حادث غرق مأساوي، ذلك الذي شهده سد أسمير بالمضيق مساء أول أمس السبت. ولقيت شابة عمرها 19 عاما وشقيقتها 10 سنوات مصرعهما غرقا بسد أسمير، وذلك بعدما انزلقت السيارة التي كانت تقلهما في مياه السد المتواجد بضواحي المضيق. ووفق شهود عيان فإن الفتاتين كانتا في نزهة رفقة والدهما الذي كان يسوق السيارة قبل أن يقتربوا بجانب البحيرة وتدخل مقدمة السيارة داخل البحيرة. ذات شهود العيان ذكروا أن الأب حاول إخراج السيارة بالرجوع إلى الوراء، إلا أنه فشل في ذلك قبل أن يقدم على قيادة السيارة داخل البحيرة، لكنه فوجئ بأنها عميقة لتبدأ السيارة في الغرق. الأب تمكن من الخروج من نافذة السيارة لفتح الباب، لكن ضغط الماء كان أقوى فغرقت بالكامل، وهو ما أودي بحياة الفتاتين. هذا وتم فتح تحقيق في الواقعة من طرف الدرك الملكي بتعليمات من النيابة العامة المختصة. إلى هنا ينتهي خبر اليوم. شكرا للمشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. مع السلامة.